هو ايه بالظبط اللي حصل مع صابر المداح في الحلقة الأخيرة؟ كلنا سمعنا الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح وناس كتيرة مش فاهمة نهايته. اسمع الحكاية معايا للآخر وانت هتفهم كل حاجة. مبدئيا صابر وجدوده كانوا كلهم نفس الشكل، وده لأن هم فرع العيلة اللي وارثين الهبة. أما بقى عن مواجهتهم للشياطين فهم كانوا بيوصلوا لنا فكرة إن الشر عمره ما هيموت إلا بقيام الساعة، ودي حقيقة فعلية إن مفيش بشري على وجه الأرض هيقدر يحبس إبليس لان ربنا له اراده في كده. طيب ايه المغزى من ان هو يفوق من الليله دي كلها ويلاقي نفسه في المغرب؟ بص يا صديقي، في منطقه في المغرب اسمها جبال اطلس. المنطقه دي فيها محكمه للجن، واللي بيحكمها هو واحد من اكبر 7 من اكبر ملوك الجن، الا وهو شمهرو، وهو بيحكم بين الجن العلوي والسفلي. وطبعا الجن السفلي نقض العهد مع الجن العلوي بحبسهم لتاء، فبالتالي هتقوم محاكمة ما بينهم، وبكده المسلسل يكون اخدنا لمسار تاني خالص غير اللي احنا متعودين عليه من صابر المداح. ومن المتوقع بنسبة كبيرة ان يكون في جزء سادس لصابر المداح. بس كده، واخيرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظاركم.